كنت عايز أتكلم على موقف حصل امبارح بتاريخ بقى الفيديو ما ينزل. كنا بنلعب كورة وكان في واحد صاحبي بيلعب معانا. صاحبي ده في اللعب في حد وهو نازل بياخد الكورة داس على رجله ورجله حصل فيها التواء أو اللي بنسميه ankle sprain. كل ده قدامي في الحجز. طبعًا هو اتوجع جدًا واحد داس على رجله ورجله اتلوت تحتيه ومش عارف إيه، فهو كان موجوع جدًا وطالع من الملعب ما قدرش يكمّل، وقعد على الكرسي وقُلت له يريّح ويهدى وإن ما فيش حاجة ونتعامل إنه كُلّه تمام وإن ما فيش أي حاجة يعني لا قدّر الله فيها كسر أو شرخ أو كده. المهم إن أنا في الفيديو ده حابب إن الفيديو ده يوصل للناس المصابين عشان يشوفوا إزاي يتعاملوا في المواقف دي، وللدكاترة برضه عشان يبقى في نوع من الحكمة أكتر وإحنا بنتعامل في المواقف دي. أول ما هو اتصاب أنا قُلت له: "اهدى، تعالَ نقعد على الكرسي ما فيش حاجة، أنت رجلك كويسة، حاول بس تحمّل." ما قدرش يحمّل فراح قعد على الكرسي عادي خالص. طول ما هو قاعد باقول له: "حاول تحرّك رجلك، حاول تحرّك الأنكل، ما تسيبوش ثابت." دايمًا بنقول في جملة شهيرة اسمها movement is medicine. طول ما أنت بتتحرّك، طول ما هيبقى الhealing أحسن، أيًا كانت الإصابة اللي عندك إيه، طالما إحنا خرّجنا الred flags برّه. الred flags اللي هي إيه، كسر، شرخ، لا قدّر الله مرض مناعي، مرض حاجة ليها علاقة بالجسم من جوّه بالأعضاء، يعني طالما خرّجنا الحاجات اللي بنسميها red flags يبقى إحنا كده لازم نتحرّك طالما الإصابة ليها علاقة بالعضلات direct. فأنا قُلت له يهدى وكل حاجة وقعدنا. هو بقى حاسس إنه في مشكلة. هو دايمًا وهو قاعد بيقول لي: "هو أنا في كسر، هو أنا في شرخ، هو هيشوف يعني ممكن يشوف الفيديو ده فهيبقى عارف إن أنا باتكلم عليه." بس هو دايمًا حاسس إنه في مشكلة. هو مش دكتور ولا أي حاجة وأول مرّة يحصل له الإصابة دي، فهو خايف وده طبيعي جدًا. الدرس المستفاد قدّام شوية لمّا أقول إن هو راح الطوارئ وهنشوف إيه بقى اللي اتعمل في الطوارئ. المهم إن قعدنا النُص ساعة اللي كانت باقية في الحجز أو الساعة. أنا باقول له كل شوية إن هو يتحرّك، رفع رجله على حاجة عالية عشان رجله ما توجعوش أوي، وكان موجوع حاولت أخلّيه يحمّل، فقدر إن هو يقوم ويدوس شوية ويحمّل وبيعكّز كده لحد ما وصلنا لإن إحنا نطلع برّه الملعب يعني. معنى إن هو قدر يعكّز على رجله أو يدوس حتى لو دوسة بسيطة، في وجع طبعًا وكل حاجة ورجله ورمت، ولكن بيدوس دوسة بسيطة، معناها إنه بنسبة 90% ما فيش أي مشكلة في العضم. يبقى إحنا أول حاجة لازم نrule out، أول حاجة لازم نطلّعها برّه إن إحنا نشوف في مشكلة في العضم والّا لأ. فأنا أول ما لقيته قادر إن هو بعد نُص ساعة راحة والدنيا هديت إن هو يدوس على رجله، ده معناه إنه غالبًا ما فيش حاجة في العضم، وفي حاجة اسمها الOttawa ankle rules. Ottawa ankle rules دي ده شوية حاجات كده بنشوفها في الإصابة الacute أول ما الإصابة تحصل. الحاجات دي لو المريض ما عرفش يعملها يبقى هو لازم يrefer للemergency عشان يعمل له أشعة عشان يشوف لو في مشكلة في العضم. الأوتاوا rules دي للأنكل وللكني وكذا حاجة تانية، بس أنا هاتكلم دلوقتي في الأنكل. فمن الأوتاوا أنكل رولز دول إن هو لازم يقوم يمشي 4 steps على الأقل بعد ما الإصابة تحصل له في الacute phase يعني أول ساعة مثلًا. لو ما قدرش يمشي ال4 steps دول مع شوية factors تانيين ورم ووجع شديد وهكذا، ده معناه إنه لازم يروح على الemergency على طول. طب هو قدر يمشي والدنيا كانت كويسة أو بيعكِّز، يبقى إحنا كده بنقول إنه تقريبًا ما فيش مشكلة في العضم. أنا بالنسبة لي كان التشخيص اللي أنا قُلته له في ساعتها ankle sprain عادي، ممكن يكون حصل مزق في الأوتار الخارجية بتاعة الأنكل، فهتروّح البيت هتريّح، ترفع رجلك على حاجة عشان رجلك ما تبقاش واجعاك طول الوقت. حاول طول الوقت تحرّك الأنكل لقدّام ولورا وللجنب. ما تخافش إن أنت تحمّل على الأنكل، حُط عليه load بالراحة خفيف جدًا، عشان طالما قُلنا movement is medicine وطالما إحنا عايزين نوصّل blood supply على قد ما نقدر للمنطقة دي من غير ما يبقى في وجع شديد، يبقى أنا محتاجه طول الوقت يتحرّك طالما في الوجع اللي هو أقل من 3/10. لو قُلنا إن 10/10 ده extreme pain أنا مش قادر أحُط رجلي على الأرض، يبقى أنا بانزل ل3/10 اللي هو أنا في ألم بس أنا متحمّله وقادر أدوس والدنيا ماشية كويس. هو
قال لي لأ، وصمم إن هو يروح الطوارئ عشان يعمل أشعة على رجله. طبعًا سيناريو الطوارئ معروف، يا جبّس، يا اعمل جبيرة، يا ما تتحركش لمدة أسبوعين. المهم إن أنا قُلت له: "تعالَ نروح ونشوف، ممكن يفيدونا برضه، ممكن أكون أنا غلط في حاجة، فتعالَ نعمل أشعة." رُحنا الطوارئ، دكاترة هناك محترمين جدًا وكُلّه تمام، ولكن مشكلة دكاترة الطوارئ وليهم كل الاحترام، إنه هم بيتعاملوا مع حالات كتيرة جدًا، فهُم مش متخصصين في الإصابات الرياضية أو في إصابات العظام. هو بييجي له واحد أُغمى عليه، بييجي له واحد عمل حادثة، بييجي له واحد محتاج يعمل غُرز، بييجي له واحد مُصاب عنده كسور، بييجي له، فهو الدكتور بتاع الطوارئ بيكون مُلِم بكل حاجة، ولكن مش متخصص في حاجة معيّنة بعينها. فالطبيعي إن هو لمّا هيشوف إصابة زي دي ورجله ورمة، هيقول له ريّح أسبوعين، وده مش اللي أنا عايزه، ولكن هنروح. رُحنا عملنا الأشعة، الحمد لله ما فيش أي مشكلة في العضم، ما فيش شرخ، ما فيش كسر، ما فيش أي حاجة. طيب، الدكتور قال له إيه؟ الدكتور قال له: "أنت عندك تمزُّق في الأوتار، ده حقيقي، ومحتاج إن أنت تعمل جبيرة." الجبيرة دي إن هو بيلِف بلاستر تيب حوالين رجله بشكل معيّن، بحيث إن ممكن أحاول أحُط لكم صورة، بحيث إن هي تبقى ثابتة في position معيّن وما يحمّلش عليها ولا أي حاجة. طبعًا أنا هناك ما ادّيتش الinput بتاعي وسِبتهم هم بيتعاملوا خالص، وعمل له فعلًا الجبيرة، وادّى له أدوية مضادة للالتهاب وهكذا. أنا من قبلها كنت قايل لصاحبي ده إنه أنت هتتوجع اليوم ده جامد بالليل، فحاول تاخد مسكن عشان تعرف تنام مش أكتر. مع إن أنا ضد الأدوية، ولكن أنت في الح في ال في ال في ال في الphase دي أنت محتاج أدوية عشان الالتهاب يقل شوية، وعشان تعرف تنام، تعرف تمشّي يومك، يعني ما يبقاش الدنيا كلّها وجع طول اليوم. فالمهم الدكتور هناك قال له محتاجين نعمل الجبيرة، قال له هتريّح أسبوعين أو أسبوع مش فاكر، وبعدين تبدأ تفُك الجبيرة وتحمّل عليها. المهم إن أنت لحد ما تفُك الجبيرة مش هتحمّل على الأنكل. هنا في شوية مشاكل. إيه المشاكل؟ أول حاجة إنه وهو بيحط له الجبيرة هو وجعه جدًا، لإن هو زَق له الأنكل في 90 درجة ولَف له الجبيرة عليها، وطبعًا ده وضع مش مريح للشخص اللي عنده الإصابة، هو اتوجع في الوضع ده، فده مش مريح. تاني حاجة إن هو لَف له الجبيرة على الورم، لمّا هيلِف الجبيرة على الورم هو ممكن طبعًا بشكلٍ ما يبعد عن الورم، ولكن هيفضل في ضغط compression جامد أوي بيسبب للشخص اللي عنده الإصابة ده وجع. فخلاص هو اقتنع، صاحبي ده اقتنع بالدكتور وعمل الجبيرة وكل حاجة. بس هنا بقى إحنا في كذا مشكلة، هم دول بقى اللي أنا عايز أتكلم عليهم. أول حاجة إن في الإصابات العضلية لو هي acute phase، بالذات في حاجة زي ankle sprain، مش صح خالص إن أنا أحط جبيرة. ليه بقى؟ لإن أنا دلوقتي اتأكدت إنه ما فيش مشكلة في العضم، كويس؟ فأي loading أو أي تحميل مش هيبقى مُضر لرجلي. تاني حاجة، أنا بالتشخيص كده إن هو قدر يحرّك رجله في الاتجاهات كلّها حتى لو بوجع، وقدر إن هو يحمّل عليها، غالبًا ما فيش قطع كلّي في الأوتار. هو إحنا ما عملناش رنين، بس غالبًا ما فيش قطع كلّي في الأوتار، غالبًا القطع جزئي. قطع جزئي ده يعني الأوتار هي بدل ما الأوتار كانت connected كده، هتبقى connected كده مثلًا، لكن مش كده، مش رايحة عن بعضها خالص. فأنا مش محتاج أثبّت في position معيّن عشان الhealing. already الأوتار دي هترجع تheal تاني، وهترجع لوضعها الطبيعي، كويس؟ فأنا دلوقتي عملت كذا حاجة أو كذا مشكلة. أول حاجة إن أنا خوّفته، ما تحمّلش على رجلك، محتاج تقعد أسبوع أو أكتر في الجبيرة وبعدين ترجع تدوس عليها، ما تحرّكش الأنكل في أي اتجاه. ادّيته 3 حاجات خلّيته يخاف من الحركة، وخلّيته طول الوقت مقلّق إن الأنكل بتاعه يوجعه. طيب، دي أول مشكلة. تاني مشكلة إن أنا ما عملتش حاجة اسمها pain normalization. يعني إيه؟ يعني أكيد في الphase اللي أنت فيها دي لازم تتوجع، لازم يبقى في وجع، لازم يبقى في ورم، ده طبيعي عشان الhealing. الوجع ده بيقول لك أنا ده آخري، ما تدوسش عليَّ أكتر من كده. الدكتور قال له إيه؟ أدوية مضادة التهاب، مسكنات، ثبِّت، ما تتحركش، مش عايز أحس بوجع. فهوّل له الوجع، فما بقاش في pain normalization، ما بقاش ده normal. أصبح إن هو لمّا يحس بأي وجع بعد كده في المنطقة دي، هيبقى عنده خوف من إن هو يحصل له الإصابة دي تاني، وده بيكرر لنا الخوف من الإصابة بيكرر الإصابة. تالت حاجة إيه؟ تالت حاجة إن هو خلّى إن ما فيش أي حركة
فما فيش blood supply خالص، أو مش خالص يعني، هو في blood supply بس الblood supply مش جامد إن هو يعمل لي healing أسرع. لأ، ده أنا باثبِّت، بادّي مضادات التهاب، بادّي مسكنات، ما باحمّلش، ما باحرّكش، ما فيش blood supply أو blood supply قليل جدًا، في وجع طول الوقت، فأنا أصبح إن الpain عندي لو كان هيقِل بُكرة ما بقاش هيقِل بُكرة، بقى هيفضل قاعد معايا. طَب الpain هيقِل من إيه؟ من الأدوية، وأنا ما كنتش عايز كده. طيب، ده السيناريو اللي حصل، وده السيناريو اللي بيحصل مع ناس كتيرة جدًا لمّا بتروح الطوارئ، وده السيناريو اللي مش أصح حاجة. دكتور الطوارئ طبيعي جدًا يعمل كده لإن هو عايز يبقى في الsafe side. ما أنا ممكن أقول للمريض ده حمّل، ألاقيه تاني يوم نزل يلعب كورة، عملت له قطع كلي في الأوتار، يبقى أنا كده كدكتور طوارئ بقيت في مشكلة. فبالتالي هو بيخرّج نَفْسه من المشكلة، وبيحطها كلّها على المريض إن هو خلّيك في الsafe side في كل حاجة، لمّا تفُك الجبيرة ابقى روح اعمل علاج طبيعي أو شوف هتعمل إيه. طَب السيناريو الصح إيه؟ إن أنا وأنا باتكلّم مع الشخص المُصاب أقول له والله أنت الpain طبيعي جدًا إن يبقى عندك pain أول 3، 4 أيام وpain شديد، فإحنا محتاجين ناخُد مُسكِّن عشان الpain ده يقِل، ده أول حاجة. تاني حاجة إن أنت ممكن تحُط تلج على رجلك عشان التلج ده هو درجة حرارة مختلفة جدًا عن الجسم، أقل بكتير من درجة حرارة الجسم، فلمّا هاحط تلج الجسم التلج ده هيdistract الpain شوية، هيخلّيك ما تحسّش أوي بالألم، ويخلّيك تحس بسُقعية التلج أكتر. تالت حاجة، طول ما أنت قاعد حرّك رجلك طالما ما فيش ألم، يبقى أنا طول ما أنا قاعد الأنكل بتاعي باحرّكه قدّام لورا وبالجنب يمين وشمال، طالما ما فيش ألم. أحمّل على رجلي بالراحة جدًا طالما ما فيش ألم. طب في ألم، ممكن أمسك عكاز أول 3، 4 أيام وأتمشى بيه لحد ما أقدر أعمل partial weight bearing، بعدين أعمل full weight bearing إن أنا أحمّل على رجلي بشكل كامل. بعد أسبوع من الإصابة لازم أبدأ تأهيل. التأهيل ده اللي هو إيه، تمارين تقويات لرجلك في كل الاتجاهات اللي الأنكل ممكن يعملها عشان ترجع للرياضة اللي أنت كنت بتلعبها اللي هي الكورة من غير وجع. ده الgoal بتاعي. يبقى أنا هنا في الطوارئ ده ما حصلش، لكن اللي أنا قُلته له ده اللي المفروض كان يحصل، واللي هيسرّع له الhealing. هل اللي في الطوارئ غلط؟ لأ، ولكن مش أصح حاجة، ومش أحسن حاجة للhealing. لكن اللي أنا قُلته له هو أكتر حاجة هتخلّيه يرجع بسرعة، وأكتر حاجة هتخلّيه ما يخافش من الوجع، وأكتر حاجة هتخلّيه يقلل الوجع، وأكتر حاجة هتخلّيه يرجع للرياضة ما يبقاش عنده الخوف إن هو ممكن يتصاب تاني. عادي أنا اتصبت، الأوتار اتقطعت أو اتمزقت، عملت العلاج الطبيعي الصح، الموضوع ده محتاج loading، فهّمته المشكلة اللي عنده إيه وفهّمته حلّها إيه. conservatively يعني أنا محافظ برضه، ما قُلتلوش انزل تاني يوم اتمشى ودوس واعمل وحتى لو في وجع ما فيش مشكلة، لأ، أنا قُلت له لو في وجع تريّح، ما تحمّلش أوي أول 3 أيام، هنحمّل partial weight bearing بالراحة خالص، هتاخد مسكنات أو مضادات التهاب عشان تقلل الوجع، هتخلّي الموضوع يبقى ماشي بالشكل الطبيعي بتاعه. المشكلة في تمزُّق الأوتار. حاجة كمان ودي آخر حاجة هاتكلّم عليها، إن الدكتور كتب له ده ال3 أدوية، دوايين مضادات التهاب ودوا سيولة. دوا السيولة ده ليه؟ عشان يزوّد له blood supply. طيب، أولًا دوا السيولة ده غالي جدًا، دي أول حاجة. تاني حاجة، دلوقتي أنت مقتنع إن أنت المفروض تزوّد الblood supply، ليه تدّي له دوا السيولة؟ طب ما تخلّيه يحرّك رجله، ما هو القطع مش كُلّي، ما هو مش محتاج يتحط في كبيرة، ما هو مش محتاج يريّح totally، ما هو الmovement هتحسّن له الموضوع و و وإن أنت ما تخوّفوش من الحركة هيحسّن له الموضوع. يبقى أنا ليه أروح في الsafe في الside اللي هو extremely safe لمّا ممكن أمشي safe برضه بس مش extreme وأبقى باخد كل حاجة واحدة، واحدة. كنت حابب أتكلّم معاكم في الموضوع ده عشان ده ممكن يفيد سواء دكاترة أو يفيد الناس اللي بتتصاب، إن أنت طالما رُحت الطوارئ قال لك العضم ما فيهوش حاجة، وغالبًا المنطقة المصابة عندك بتتحرك عادي والألم هدي من ساعة ما اتصبت، فبنسبة كبيرة ده مش قطع كلّي في حاجة. مش محتاج تعمل جبيرة، محتاج بس إن أنت تبقى رزين كده وبتتعامل مع الموضوع بهدوء جدًا، ومتوقع إن يبقى في ألم وألم شديد وده عادي، متوقع إن يبقى في ورم وده عادي جدًا لإن ده reaction للمشكلة اللي حصلت. فمتوقع إن أنت تاخد لك أسبوع، أسبوعين بتبدأ عشان ترجع للحياة الطبيعية بتاعتك، ما فيش حاجة بتتحل من تاني يوم.